أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أهل الكرم، في مضيف الشيخ الجليل مصعب عبد العباس، أحد شيوخ الجبور آل عقة، وتحديدا محافظة بابل، قضاء القاسم، ناحية الطليعة، قرية البعقة. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. حياك الله يا شيخنا الجليل، الله يحفظك ويعزك ويديمك. احنا اليوم بمضيفك، انت طبعا غني عن التعريف ومعروف بكرمك ومعروف باصالتك وعشيرتك العريقه، فنريد احنا نريد بطاقه التعريفيه لحضرتك شيخنا. انت معروف بالنسبه لنا، بس خاف بعض المشاهدين ما يعرفون. السلام عليكم. اول شيء احنا نرحب بكم احر الترحيب بقدومكم الى عشيره البعقه، ويزيدني بكم فخر واحتزاز. حياك الله. أنا أخوك الشيخ مصعب عبد العباس آل درويش، أحد شيوخ الجبور وأحد شيوخ عشيرة البعقة. حياك الله. أنا قدومكم إلي ومعاناة الطريق يكون إلي شرف، وأهلا وسهلا بكم. حياك الله شيخنا العزيز. شيخنا العزيز، نريد تحكي لنا عن عشيرتكم. هاي عشيرة العريقة طبعا، وكل عشائرنا عريقة إن شاء الله ونشرف بها. نريد تحكي لنا عن هذه العشيرة العريقة، عن جذورها، عن تاريخها، عن امتدادها، عن أفخاذها. أنا تحكي لنا شوية عن ناسها مثلا المعروفين، إجاويدها، حمايلها، هي الشغلات هاي. عشيرة البعقة لا تفرق عن باقي العشائر المجاورة والغير المجاورة، المحيط العشائر الموجودة أن نقول حول عشيرة البعقة. هذه العشيرة تمتاز بعدة صفات، حالها حال العشائر. أول وحدة، العشيرة تتكون من أكثر من 4000 شخص. الله يبارك. والنقطة الثانية، هذه العشيرة عندها الالتزام لكل عقاوي ولكل الجبور ولكل باقي الشعب العراقي. حياك الله، الله يحفظك. النقطة الثانية، احنا مرجعنا الوحيد ومصدرنا اللي يزيدنا إلهام ويزيدنا تواصل بالثقافة وبالدين وبالإعلام هو مرجعنا الغالي العزيز دام الله ظله، السيد علي السستاني. النقطة الثانية، هذه العشيرة تتكون من أكثر من 11 أما 12 فخذ، ولهم رؤساء أفخاذ. هذه العشيرة تتكون على مستوى العشيرة من عدة، احنا ندينه واحنا ضده واحنا نجرمه. ليش؟ وإذا كان السلاح بيد العاقل وراعي المعروف، هذا لا تخافونه، هذا ذخر لك. حياك. شيخنا العزيز الله يحفظك، انا قبل شويه قبل البرنامج تحدثنا انا وياك عن عندك مناشده لمحافظه بابل على مود توصيل الماء لارضكم، يعني ارضكم جرداء حاليا. يا اخي محافظ بابل منا وبينا، اخونا ان شاء الله، اخونا واخوي انا بالذات ابو طارق الرجل، ضمن الظروف وضمن الوضع الحالي، بس احنا نشرح مو علي، نشرح كل مسؤول يتصدر للمسؤوليه. يا اخي احنا وشوفوا، اطلب منكم من ترجعون بالسلامه، اكفوا على الشط وشوفوا الماي رحمه الله. رحمه الله بالله. رحمه الله بالله. ليش؟ احنا من كافه المناطق، آل بعقة وآل مطر وآل بشاره وآل بعبيد، احنا محرومين من الماي. ليش؟ ليش كل المناطق رد لها الماي مثل ما كان واحنا محرومين؟ احنا نطالب كل انسان يفكر بضمير ويفكر بما هو الله طاه من نعمه مسؤوليه، يكون منصف ويكون يتعب ويسهر من اجل رضاء الله ورضاء احنا
شعبه، احنا اخوته. هاي نقطه. وبالذات عشيره ال بعقه العشيره الرئيسيه المحرومه من كل الخدمات، لا ماي ولا توظيف ولا وناس 80% عايش على الله وعلى جهده. احنا طلبنا منكم كقناة بكل محفل بكل لقاء، هذه امانه برقاكم، تقولون طلعنا وشفنا عشيره ال بعقه، حشاكم حتى فاره بالارض ما تمشي معكم، متنا عطش عطش بالله عطش. ثاني وحده اني بدوري واشكر رب العالمين شكر جزيل الشكر اللي الله ذبنا بعشيره متماسكه، اهل فزعه، عشيره ال بعقه من قدوه العشائر بالتواصل وبالفزعه وبالمعروف، وبيها الناس العقلاء وواحد يسمع كلام الثاني. ونتمنى ونطلب من الله تصير محافل، اما ما يكون فصل، اما مناسبات فرح، وشوفون انتم الدافع والالتزام غير باقي العشائر، مع احترامنا لكل العشائر الاصيله المجاورتنا وغير المجاورتنا، بس عشيره ال بعقه انا ما اقيمها، يقيمها الاخرين، لانها عشيره مميزه بكل الصفات وبيها ناس كفاء بإدارة العقل وبإدارة الخير، وهذا فضل لله العلي العظيم. الحمد لله. شيخنا العزيز، عشيرة جبور واسعة جدا. نعم نعم. يعني إلها جذور بكل العراق اعتقد. نعم. اريد جذور العشيرة هاي بالوطن العربي وين تصير؟ بالدول العربية. والله شوف، الجبور انا ما اريد اعطيهم صفه ولا امحهم، جبور يقولون اكو مثل سائد حش وجوهكم، احنا اول وحده كل احنا ان شاء الله رايه واحده، وكل احنا ان شاء الله علم واحد، وكل احنا اخوه بالدين وبعلي بن ابي طالب وبالمعروف، احنا كل احنا اخوه، بس اكو مثل يقول لا تيه تصلق قول جبوري. قول جبوري صح. مو؟ بالله صحيح. احنا عمامنا موجودين بالموصل الاساس، كفو. وموجودين بسوريا الاساس، كفو. وباقي الدول العربيه موجودين، الجبور بالسعوديه موجودين، وباليمن موجودين، وبالجزائر موجودين، وبسوريا الاكثريه، والاكثريه الرابط عشائر عمامنا الموجودين بالوقت الحاضر هم بالموصل وبصلاح الدين بالعلم. صح. واثنين عشائر الجبور هنا بالجنوب، ما اقدر اقول لك 50 عشيره 40 عشيره، ما اقدر احدد لك، بس عشائر يعني ما شاء الله عريقة موفقين. الجبور هم اللي اسم سموه الجبور، يجبرون العايل، مو شيء يجبرونه. صح. هذا القصد اللي انا حسب تعبيري. واصله الفكره انه احد الشيوخ انا التقيت بها من نفس كلامك، قال رحمه الله، قال اسم الجبور انوخذ من الجبر المعيوب يعني جبور العايل وياهم يجبرونه. صح صح, صح. انا قلت لك هذه معلومه كعقليتي اني، والحمد لله والشكر احنا كل احنا اليوم اخوه بالانسانيه، واخوه بالمعروف، واخوه بالمحبه. شنو فرق الجبري من الحسناوي؟ شنو فرق الحسناوي من الشبلاوي؟ احنا انا هذا السؤال جيت اساله لك. نعم. يعني جيت اقول لك شنو علاقتكم بالعشائر البقيه، مثلا بني حسين، ابو عيسى، ابو سلطان كذا، يعني جيت اسالك. والله يا اخي اذا اني تتنوع نفسيتي والضميري، اني كل انسان يكون هو اخوي. اول وحده احنا اخوه بالانسانيه، والنقطه الثانيه اليوم ماكو عشيره عن عشيره متبريه، لا حشا، مو شيء، لا بالعلاقات الاجتماعيه ولا بالعلاقات العائليه مستحيل. ولا بالمعروف، وكل احنا تربطنا قضايا وواحد يعاون الثاني، نسبه وخوله وكذا. احنا عشائرنا هسه هاي المجاوره ان اكثر من 15 عشيره. صح. آل مطر، آل بشاره، المحامده، آل بشاره، آل شكور، آل بو عبيد، آل بو نصار، آل مغيطي، آل الوسامه، يمكن الوسامه، نعم، وهيجي العويديين، صح. عصيب، هاي زين، هاي كل العشاير احنا وياهم متلازمين ومترابطين بعلاقه وبنسبه، نصبح كعشيره واحده. اخوه والله عشيره واحده. والله اخوه والله الى تصير حاله عند زيد من العشاير، تلقى هاي العشاير كلها شايله همه،
فعلا صحيح. واذا كان فرح احنا كلنا فرحانين. فعلا صحيح. واحنا عندنا مبدأ، اي احنا مبدانا، احنا مذهبنا وارتباطنا، احنا امامنا علي بن ابي طالب. موفقين. وعلي بن ابي طالب ما عنده تفرقه، صح. هذا فلان منين وهذا فلان منين، احنا ارتباطنا بمذهب علي بن ابي طالب. موفقين. شيخنا العزيز، بس اريد سؤال اخير اعتقد، يعني شنو رايك بالنهوه او نقول الدقه العشائريه؟ هل جاي تصير؟ انت لا ترد للعهد البالي. اليوم النهوه انتهت، خير ظلت تقريبا يجوز 5%. والدقه العشائريه؟ اسمح لي خلنا اوضح لك الصوره مالت النهوه. ظلت 5%. اي. و95% الوادم ثقفت ودرست. صح. واحنا تواصلنا العلم من ناحيه العلماء الدينيين ومن ناحيه عن طريق الناس الحكماء مثل جنابك وجنابي اللي يسمع. الله يحفظك. النهوه انتهت وهي شغله معيبه. ليش؟ لان شغلتها اجبار. اجبار، والاجبار هذا حرام. صح. تعال انهى عليك اطل فلان، ما يصير هذا. هذا باب من ناحيه النهوه. من ناحيه الدقه العشائريه، لقيت لك انت عاقل ويفهم حتى لا كان له حق، يجي عن طريق وجهك ووجه الحكماء ووجه الجاويد والابن الاجواد. شنو هو ابن الاجواد؟ اللي نصب حق الله وما يكون يميل الطرف. من راح لا يميل الطرف لفلان، لا السين ولا الصاد، راح هذا المقابل يستمع له بكلامه ويقول هذا الشيخ، هذا ابن الاجواد، هذا العادل قال لي ما لك حق. بس من يصير يركب الرعونه ويروح يسوي له دقه، هذه الدقه اني والقانون ورب العالمين هذه احنا نستنكرها. وربك وصى قال اذا كان الانسان الطلبه شيء القص بالقص. صح. مو صح. ما قال روح ارعب عائلته وروح يسوي لك مشكله، هذا شيء مستنكر. واني اذا كان الي دور اني مستنكره وناهيه قبل ما هذا الشيء عده سنوات. خير ان شاء الله. فاصل ونعود. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم. شيخنا العزيز، بيش تمتاز عشيرتكم بالتكافل؟ والله يا أخي خلي يكون أنا منصف، بس لا حد يقول هذا الإنسان. عشيرة آل بعقة عندها عدة نقاط، والنقاط أول وحدة عندهم الفزعة كبير وصغير. إذا تصير حالة أي حالة عند أحد أفراد العشيرة تلقيهم مئات تلقيهم كلهم واقفين لهذا الشخص يبارك فيهم. هاي حالة. إذا صار لا سامح الله إنسان يتعرض المرض، والبشر متعرض، صح، وصارت عندنا أكثر من 20 حالة، ثق بالله وأنا ما مجبور هذا الشيء، وهذا مريود من كل وفي وكل رجال مريود منه هذا الشيء. صح. نجمع له ومبالغ، وصارت حالات 5 7 وراحوا للهند، تجمع له العشيرة من أجل يروح يكون مأمن له المال إذا كان بحاجة المال. النقطة الثالثة، إذا كان واحد عنده مشكلة ويباك العشائر، كل احنا نوقف وياه حتى ما نهدأ إلا نحل مشكلته. ومثل ايش المشكلة تصير؟ مرات حادث سيارة، ومرات دهس، ومرات شغلة تلقي آل بعقة ايد بيد. واذا صير اكو حالات دهس وهي بيها الله يستر موته، واكثر من 2 3 يكون فصولهم اكثر، وهذا الواحد ما يقدر. ثقه وعهد يجمعون له وهو واحد من العشيره. حياك الله. هذه صفه. الصفه الثانيه تلقيهم بزياره الحسين، اللي يشتغل ببغداد واللي يشتغل، تلقيهم كلهم هم وعوائلهم واقفين لخدمه زوار ابو عبد الله. موفقين. هاي نقطه. النقطه الثانيه بالكرم يشهدوا لهم المجاورين لهم من العشائر ومن ضيوفهم اللي يجوا لهم، يكون عنده استعداد
يقدم اغلى شيء من اجل ضيفه. ومشهور عندنا ادله بالنسبه لكرمك، عندنا ادله. الدليل هذا المدرسه، الدليل المستوصف، الدليل تعبك انت جاي تتعب. المشهود لهم آل بعقه، يعني بمعنى آل بعقه، يعني انا مو كابن جوادهم ولا كعن ابن جواد واحد منهم، لا آل بعقه ينومسون، والشهود لهم العشائر المجاوره لهم. آل بعقه يبيضون الوجه، يكيف ويطرب من يجي خطار. الله يوفقك، موفق ان شاء الله. ونحمد الله على كل شيء اللي هو اللي يطيق قدره، وهذا قدر اللي هاي العشيره. واعطيك نقطه بعد، هاي العشيره اللي عددها فوق ال 3000 4000 ماكو واحد متبري من واحد. الحمد لله. سمعونا اخوان، والله خالك عمك اختك قرابتك واحد شلون الشبكه العنكبوتيه، واحد مرتبط بالثاني. ما شاء الله، موفقين. شيخنا العزيز، كلمه اخيره وهاي كاميرتك واحكي لجمهورك. اني اطلب من رب العالمين اول وحده يمن على الناس بالعافيه والسلامه، وان شاء الله يمن عليكم وكل فتره نشوفكم. هذا كطلب رباني من رب العالمين، ويقولون المسلم طلبه مستجاب ان شاء الله. النقطه الثانيه، انا اطلب من عمامي ومن محيطي اول وحده اطلب لهم العافيه والسلامه، واطلب الالتزام. والالتزام مصدر القوه، مصدر القوة لكل شيء. إذا كان أنا ملتزم لك مثلك وأنت تمثلني، يكون إحنا الإرادة نريدها تصير، وإرادتنا هي هدف الخير وهدف خدمة الناس. النقطة الثانية، طلبي إحنا يكون إيد واحدة ضد اللي يدخل غريب، ما نعطي مجال ويتدخل بينا كبلد. البلد هو أرواحنا وكعشيرة. والايد الوحده ما تصفق. صح. والايد الوحده ما تصفق. احنا قدوه ان شاء الله بالمعروف، قدوه بالكرم، قدوه بالاصاله، قدوه بالمعرفه. والجبور على مستوى العراق هم ان شاء الله هم ركيزه العراق. شكرا شيخنا العزيز، شكرا طبعا للاستضافه، تعبناك احنا والوقت مر لحظه مو مر، يعني حلقه بوجودك وبوجود الحضور وبوجود دول عمامي الموجودين، واني فرحان بقدومكم واهلا وسهلا بكم. والوقت بالعكس انسنا بوجودكم وبهذا اللقاء، واحنا طلبنا من الله ان يمن علينا بالامان ويمن على العراق. والعراق اكبر نعمه الله مقدمها له، عنده نهرين وعنده كافه مستلزمات تقييم الحياة. ونطلب من رئيس الوزراء، نقول له يا رئيس الوزراء روح، واحنا ايدنا ان شاء الله المساندة لك. واني عن دوركم والله اطلب ومنية بصدري ومنية بقلبي، يكون اذا كان الصوت يوصل رئيس الوزراء، طلبي عن دوركم ركزوا. احنا نطلب عشيرة آل بعقه يكون يجينا خطار ونستقبله، ويكون هذا اليوم اللي نستقبل رئيس الوزراء نعلن له اعلان ونقول له يا ابو حسين هاي العشاير كلها روح واحنا وراك. الله يوفقك واهلا وسهلا بكم. موفق. اعزائي المشاهدين، لا نقول وداعا بل نقول الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج اهل الكرم. تقبلوا تحياتي في التقديم الشاعر والاعلامي ابو سيف العويسي، والتحيات الكادر. في امان الله وحفظه.